عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. النهاردة طبعا أنا لقيت إن أحد المتابعين بيبعتلي رسالة وطالب مني إن أنا أشاركه في مشاكله. هي طبعا واحدة عرفتني ظروفها وكل تفاصيل حياتها، وقالت إن هي يعني وصل بيها الحال إن هي عايزة تنتحر. طبعا احنا يا جماعة في الاول وفي الاخر القناة دي مخصصة لكم انتوا. انا لو بنزل قضايا بنزلها علشان الكل يتعلم من تجارب الاخرين، ونعرف ان كل واحد وقع في مشكلة الناس كلها تتعلم من المشكلة اللي حط نفسه فيها. وبرضو بالنسبة للناس اللي لسه بتفكر تعمل مشكلة اصلا، لا احنا معاكم، وشوفوا انتوا عايزين ايه. واللي لو حد عنده مشكلة عايز ان القناة تتكلم عنها وياخد برأيي وبرأي المتابعين، يا ريت. انا قناتي تحت امركم. طبعا بتقول يعني متابعة اسمها نسمة دي طبعا ده اسم حركي لان هي مش عايزة اسمها يتقال حقيقي. نسمة بتقول ان هي لها 3 اخوات بنات، يعني هم 4 بنات. ظروفهم المادية مش كويسة خالص. اهلها من هم صغيرين كانوا بيحلموا ان هي تبقى يعني حاجة كويسة جدا في المجتمع، تبقى مهندسة، تبقى دكتورة. وطبعا ربنا ما أردش لأن هي دخلت كلية علوم. طبعا هي هتبقى دكتورة إن شاء الله، بس دكتورة تحاليل، مش زي ما والدها كان عايزها تبقى دكتورة بشري. المهم هي دخلت الكلية وهي دلوقتي المفروض ان هي في 3 علوم. ظروفها المادية زي ما قلتلكوا مش كويسة. طبعا الحمد لله على كل حال، بس هي بتقول انا شايلة مسؤولية نفسي. يعتبر انا بشتغل، بروح معمل تحاليل اشتغل فيه. وقلت بحيث ان انا لما اتخرج اقدر، لو ربنا سهل لي الحال وقدرت افتح لنفسي زي مكان معمل، فتمام. ربنا ما أردش يبقى أنا برضو شغالة في نفس مجالي، إن أنا شغالة في معمل عادي مع أي حد. بتقول طبعا إن أخواتها البنات في 2 متجوزين وفي واحدة لسه ما اتجوزتش. طبعا كل واحد مسؤول عن حياته اطلاقا. اختها الكبيرة برضو بتشتغل وبتحاول تصرف على نفسها. بتقول انا تقدم لي واحد، الانسان بتقول يعني قبل ما يتقدم لها الشخص ده الاول هي كانت يعني ليها علاقات كتيرة. كانت متعددة العلاقات برضو، بتعرف شباب. بعد كده يعني ربنا هداها وبقيت ان هي تلتفت لحياتها وتمنع يعني ان هي تتعامل مع اي حد الا في حدود ان الشخص ده لو معجب بيها يدخل من الباب. وفعلا جالها شاب عن طريق واحدة صاحبتها، وقالت ان الشاب ده كان يعني متجوز قبل كده ومخلف من مراته، مخلف منها ولد. وبعد كده انفصلوا عن بعض وما كملش معاها تقريبا 2 وانفصل عنها، وجي يتقدم لها الشخص ده. بعد ما تقدم لها طبعا هو اصلا مسافر في برا مصر. بس في الحقيقة هي ما ذكرتش فين الدولة اللي سافر لها. سافر برا مصر وبيشتغل. بس طبعا يعني والدته عايشة في بيت ايجار، مش عايشة في بيت تمليك ولا حاجة. فطبعا انا راودني سؤال ان انا لازم اقوله لها. قلت لها طب انتي هتقعدي فين؟ قالت انا هقعد مع والدته لانه هو يعتبر الولد الوحيد وما عندوش يعني اخواته، عنده 5 بنات وهو الولد الوحيد عليهم. فوالدته طبعا هو قال لي قبل كده ان والدته عايشة لوحدها ومش هينفع ان هي يعني يسيبها لوحدها. قلت لها طب يعني انتي دلوقتي لو هو عنده شقة تمليك ما فيش ولا شقة ليه انتي تقعدي فيها او والدته تقعد فيها؟ قالت لا، هي شقة ايجار واحدة والدته قاعدة فيها. طبعا لسه ربنا ما كرمهوش قوي ان هو يقدر يشتري شقة تمليك، بس هو بيحاول وهو فعلا كون مبلغ يعني كويس شوية يقدر يشتري بيه شقة تمليك.
فقلت لها كملي. وبعد كده العلاقة نفسها رايحة على فين؟ قالت هو شخص حبوب جدا، هو دمه خفيف، بس مشكلته الظروف واقعة معاه شوية، ان هو بيشتغل بس لسه ما عرفش يكون شقة يجيب شقة. كمان قال لي انا هاخدك بشنطة هدومك، وشنطة هدومك كمان ممكن ما اكونش عايزها اساسا. وطبعا اللي مش هيكتب قايمة مش لاني انا ما جبتش عفش، لانه هو قال ما تجيبيش عفش. وطبعا والدي لما سمع حاجه زي كده قال تمام جدا، انا كده يعني مش هجيب حاجه، لان والدي زي ما انتي عارفه ان ظروفنا مش كويسه خالص، فبالتالي فرح جدا ان مش هجيب عفش. بالنسبه بقى لشبكه وكده، هو مش جايب لي شبكه، هو كان جايب لي دبله ومحبس، وهي دي ظروفه. في الحقيقة أنا السؤال اللي قلت أول ما سألتها قلت لها طب وإيه المشكلة بقى؟ يعني أنت شكلك مبسوطة من العلاقة والحوار رايح جاي معاكي عادي. قالت لي المشكلة إن أنا يعني ساعات أحس إن أنا مرتاحة له، وساعات أحس إن أنا اخترته في ظروف مش كويسة، يعني ظروفه مش كويسة خالص. كمان يعني أنا هقعد مع والدته، فأنا حاجة زي كده مخوفاني. فانا مش عارفه اعمل ايه ومحتاره. وصل بيا الموضوع بصراحه ان انا مش قادره ابعد عنه، حبيته جدا ومش عارفه اتعامل ان انا حتى اشوف حد غيره، بس في نفس الوقت انا مش عاجبني ظروفه خالص خالص، بالاضافه ان هو عايش مع والدته، ويعني هو شغال برا مصر، وانا كده هتجوز وهعيش مع والدته. قلت لها طيب هو انتي مش هتسافري معاه؟ قالت لا، هو قال لي مش هتسافري معايا، ولو حتى سافرتي معايا هجيبك زيارة زي شهر او شهرين، وبعد كده ترجعي تاني تعيشي مع والدتي. ففي الحقيقة انا مش عارفة اعمل ايه، مش عارفة اخد قرار. انا حسيت ان انا ساعات اقول انا هنتحر، بس برضو اقول انا لو انتحرت يعني هستفيد ايه من ده كله؟ برضو ما يعني انا ممكن اسيبه واريح نفسي، بس القصة كلها ان انا مش قادرة ابعد عنه. في الحقيقة يا نسمة أنا كرأيي الشخصي، انتي طالبة رأيي الشخصي، وطالبة طبعا آراء كل المتابعين. في الحقيقة انتي علاقتك من الأول ما كانتش سليمة خالص، انك انتي مثلا ترتبطي بواحد ظروفه بالشكل ده. في الحقيقة أنا شايفة ظروفه مش مناسبة مع ظروفك. انتي واحدة بتقولي اتحرمتي من حاجات كتيرة جدا في بيت اهلك، اتحرمتي من الدلع في حاجات كتيرة، اتحرمتي من الاكل الحلو، اتحرمتي من اللبس الكويس، اتحرمتي من حاجات كتيرة، فمحتاجة تعوضي كل ده مع اهلك مع جوزك. يعني انتي دلوقتي هتتجوزي واحد مش في شقته، واحد بيأجر شقة لوالدته وهو كمان هيقعد معاها فيها، يعني ظروفك هتبقى يعني زفت اكتر. بالاضافه كمان انت هتقعدي، حتى لو جبتي شقه تمليك طبعا مش هيسيب والدته قاعده في شقه ايجار، ولا هيسيبها لوحدها اصلا، فبالتالي هياخدك تقعدي معاها، هتكوني شايلاها وشايله ابنها، شايله عيالك فيما بعد، وشايله نفسك. ده غير اني معلش حماتك برضو في الاول وفي الاخر هيجيلها ناس، الناس دي هتبقى محتاجين زيارات كل يوم، محتاجين ان يروحوا لها كل فترة. هتلاقي نفسك انتي يعني بنتها، في الاول وفي الاخر انتي بنتها. هتبقي اكتر من انك تكوني في بيت عيلة اصلا، لان انتي هتبقي خلاص انتي عشتك عشتهم، عشت والدته هي عشتك، وعشتك هي عشت والدته، فمش هتنفصلي عنها خالص. فالحياة اللي هي عايشاها هتنطبق عليكي بالظبط. ففي الحقيقة أنا ما بقتنعش عامة إن يبقى في بيوت العيلة إن يبقى في انسجام قوي. يعني أنا بشوف أي واحدة متجوزة في بيت عيلة ما بيكونش في انسجام بينها وبين أهل جوزها. يعني طبيعي أي واحدة عايشة مع أهلها بتبقى أصلا يعني تعبانة نفسيا وزهقانة من التحكمات وكل ده، فما بالك انتي أهل زوجك مش هيبقوا مقربين ليكي قوي برضو. في الاول وفي الاخر هتتحرجي منهم في حاجات، مش هتبقي واخده راحتك. اولاد حماتك يوم ما يجولها البنات، يوم ما يجولها في البيت انتي مطالبه انك تستقبليهم، مطالبه انك تتعايشي معاهم، مطالبه انك تقضي يومك كله معاهم، مطالبه انك تنسجمي معاهم. هل انتي مهيئه انك تعيشي مع حماتك بالشكل ده؟
هل انت مهيئة انك تتعايشي مش مع حماتك بس، كمان ده انت تتعايشي مع اهلها، لان طبيعي اهلها هيروحوا لها من وقت للتاني. بناتها هيجولك، اللي هم اخوات جوزك هيجولك على طول برضو، علشان طبيعي والدتهم قاعدة عندك، فطبيعي جدا هم هيجوا لوالدتهم يشوفوها حتى لو كل اسبوع مرة. فانا في الحقيقة انا ضد مبدأ بيت العيلة ده عامة خالص خالص. ثانيا حتة الشبكة، يعني الشبكة في الاول وفي الاخر هي بتاعت زوجك، يعني انت حتى لو اتجوزتي اكيد هيقولك انا عايز الشبكة دي عشان ابيعها. طبيعي انت مش هتشوفيه واقع في زنقة وهتسيبيه، فطبيعي هتشاركي جدا معاه بالشبكة بتاعتك على قد ما تقدري. حتة برضو انك انتي حبتيه، انا شايفة ان ده مش حب، هو انتي بس اتعلقتي بيه مش اكتر، او خايفة انك انتي ما يجيلكيش حد. يعني لازم انتي تكوني واثقة في ربنا ثم واثقة في نفسك، ان انتي مش عشان طلعتي من علاقة فاشلة زي دي يبقى خلاص ما فيش حد هيجيلك بظروف تانية افضل. بالعكس، انتي ممكن لو استنيتي هيجيلك حد تاني بظروف احسن، او الظروف على الاقل الطبيعية، لكن انت ظروفك دلوقتي او ظروفه مش طبيعية خالص. يعني انت هتبقي قاعدة تعبانة في بيت العيلة، قاعدة طبعا زوجك هيبقى بيسافر وبيروح وبيجي، وانت متعايشة مع اهله، ومش هتقولي له اقعد من الشغل، لان زي ما انت شايفة الحياة عاملة ازاي، فاستحالة هتقولي له اقعد من الشغل. بس فيعني فدلوقتي الوضع مش مستحمل بصراحة انك انتي تتعايشي في جو مش لذيذ ومش لطيف، ومش هتستفيدي حاجة منه. فده بالنسبة لرأيي. شايفة ان انتي في الحقيقة يعني انك تسيبيه، بس برضو الاول وفي الاخر الموضوع بعد ربنا يرجع لك انتي. ما اقدرش اقولك اكتر من كده. وبرضو احنا عايزين نشوف المتابعين، يعني هي نسمة مستنية كومنتاتكم، محتاجة رأيكم حقيقي، عشان فعلا البنت يعني بجد لما بعتتلي الرسالة كانت منهارة جدا وزعلانة جدا، وبتقول انا مش عارفة اسأل مين، حتى اخواتي مش عارفة اخد برأيهم، لان طبيعي هم بيقولوا ان والدك يعني طبيعي تعبان ماديا جدا، فما هيصدق ان انتي تبعدي عن البيت ومش هيجهزك. بس في نفس الوقت هي مش عايزة ترمي نفسها، يعني البنت مش عايزة ترمي نفسها، بس هي خايفة من اللي جاي، وخايفة من الظروف، وخايفة ان الظروف دلوقتي سيئة فتبقى سيئة بعد كده اكتر واكتر. فاتمنى منكم ان انتوا تقولوا رأيكم بكل امانة، وبجد يا جماعة اللي عنده مشكلة يقولها، مفيش اي مشكلة خالص. انت لو قلت مشكلتك كلنا هنفكر مع بعض، سواء انا او المتابعين متابعين القناة، كله هيفكر وهيقول في الكومنتات ايه رأيه. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.